تخيل معاك كده، انت قاعد مع واحدة في الأول كانت لطيفة ومهتمة وبتسأل عليك. فجأة تبدأ ترمي كلمة مستفزة أو تقلل منك بهزار تقيل، وتقارنك بحد تاني أو تتأخر في الرد، وتختفي شوية وترجع عادي كأن مفيش أي حاجة حصلت. تيجي تقول لنفسك هو أنا عملت إيه؟ هي بتكرهني ولا هي بتمل مني ولا بتلعب بيا؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها لك صريحة كده، هي غالبا مش بتستفزك عشان تكرهك، لا هي بتختبرك. ايوه بتختبرك. ليه؟ عشان الست بطبيعتها عايزة تحس بالأمان، والأمان عندها مش فلوس وبس، ولا عضلات، ولا كلام حلو. الأمان إنها تحس إنك ثابت، إنك مش بتتهز بسهولة، إنك مش طفل كبير محتاج تطبطب عليه كل شوية. هي لما تستفزك وتهزر هزار تقيل، هي مش بتقيس ردك بالكلمة، هي بتقيس شخصيتك. لو انفعلت بسرعة أو اتعصبت أو دخلت في جدال عشان تثبت إنك صح، هي جواها بتقول لأ، ده سهل يتحرك يمين وشمال أو ممكن يتكسر. ولما تقارنك بحد تاني وتقولك أصل فلان بيعمل كذا، هي مش معجبة بفلان على فكرة، على قد ما هي بتشوف إنك هتغير نفسك عشانها ولا لأ. ولو بدأت تتبرر وتنافس وتشد حيلك عشان تثبت إنك أحسن، أنت كده دخلت اللعبة وخسرت أول جولة. اللي بيكسب اللي يبتسم ابتسامة خفيفة ويسمع، واللي ما ياخدش الطعم ويبلع. خليني اقول لك حاجة يمكن تزعل شوية، الست مش بتنجذب للراجل اللي بيمشي على مزاجها طول الوقت، بتنجذب للي عنده مزاجه هو كمان، واللي عنده حدود، اللي لو الكلمة زادت يقفل الموضوع بهدوء، مش يتخانق ومش يعمل فيلم ودراما ويشغل أغاني حزينة والكلام ده كله. هي لما بتختفي فجأة، دي كمان لعبة اختبار. يعني عايزة تشوف انت هتجري وراها وتغرقها رسائل وتفضل مستنيها اونلاين. لو عملت كده، انت اعلنت ان مركز حياتك بقى هي، وساعتها قيمتك بتنزل من غير ما تحس. لكن لو حياتك مكملة، شغلك والجيم واصحابك وخططك وكل حاجة انت بتسعى ليها كأهدافك ورديت بهدوء لما ترجع كأن مفيش حاجة حصلت، هنا عقلها الباطن بيسجل ده مش متعلق، ده عنده حياة، ده صعب يتخذ كأمر مسلم بيه. يعني من الصعب جدا ان انت تنكسر، بمعنى صح، حياتك اولا. وعايز اقول لك الاستفزاز احيانا بيكون بسيط جدا، تعليق على لبسك، على رأيك، على قرار خدته. هي مش بتشوف هتتخلى عن رأيك، آسف، هي بتشوف انت هتتخلى عن رأيك عشانها ولا ثابت. دي الخلاصة. ولو هتفضل ثابت بس من غير عدوانية، هتفضل زي ما انت ثابت ومش هتعديها وهتعدي الموضوع. هي عايزة تشوفك انت راجل زي الجبل، راجل ثابت زي الجبل. الأمواج أو البحر تيجي الموجة والعاصفة تخبط فيه وهو ثابت زي ما هو. هي عايزة حد تتسند عليه وتحس معاه بالأمان، مش حد هي حاسة إن هي مسنودة على حد مهزوز. أنا آسف في الكلمة، مش قصد عليك، ولكن خد بالك، في فرق كبير بين الثبات والعند. العند ضعف متنكر، لكن الثبات قوة هادية. خليك هادي وراسي وتمسك برأيك. في شباب كتير أول ما يتحطوا تحت ضغط اختبار بسيط، يدخلوا في وضع الدفاع ويشرح ويبرر ويقنعوا، وكل ما تشرح أكتر بتبان أضعف أكتر، صدقني. الراجل الواثق من نفسه مش محتاج يشرح كل حاجة، مش محتاج ياخد موافقة على شخصيته منها. خلي بالك، مش كل استفزاز منها اختبار، أحيانا بيكون قلة احترام حقيقية، دي حاجة لازم تاخد بالك منها. وهنا الاختبار ليك انت، هتقبل ولا عندك حدود؟ لو هي بتتعدى حدود الأدب بشكل متكرر وبتقلل منك قدام الناس وبتستمتع بإحراجك، دي مش بتختبرك، دي بتستنزفك. وهنا عايز اقولك اقطع العلاقة فورا. وساعتها اقوى رد مش انك ترد عليها بقسوة، اقوى رد انك تقلل وجودك، اقطع العلاقة فورا. اللي بيخوفها فعلا مش انك تتعصب لا عليها، لا، اللي بيخوفها انك تستغنى. مش استغناء تمثيل، لا حقيقي، ابعد.
يعني يكون نابع من انك عارف قيمتك، عارف انك مش محتاج تقاتل عشان تاخد احترام. انت لازم تسأل نفسك سؤال مهم: انا بتعامل مع خوف اني اخسرها، ولا من ثقة ان اقدر اعيش سواء كانت موجودة او لا؟ اغلب الاستفزاز بيشتغل على خوفك، خوفك من الرفض ومن المقارنة، خوفك من انك مش كفاية. لكن لما الخوف يختفي من جواك، الاستفزاز ما بيبقاش له تأثير، صدقني. يعني لما هي تستفزك، عمر ما الاستفزاز ده هيهزك لو انت مش بتخاف. الراجل اللي مش بيتهز بسهولة اللي بيعرف يضحك على الموقف، اللي بيغير الموضوع لو مش عاجبه، اللي يقدر يمشي لو حس بعدم احترام. ده بيبقى صعب يتلعب بيه. الموضوع مش حرب أعصاب، ومش تمثيل دور الراجل التقيل والكلام ده كله زي ما بتسمع على السوشيال ميديا كتير ومنتشر. الموضوع انك تشتغل على نفسك لدرجة ان رأيها فيك ما يحددش قيمتك. يعني اشتغل على جسمك وعلى فلوسك ومهاراتك وعلاقاتك، حاجات كده تشعل الثقة اللي جواك، الثقة بالنفس. وصدقني لما حياتك تبقى مليانة، أي محاولة استفزاز هتبقى نقطة صغيرة في بحر. في الآخر هي بتختبرك عشان تشوف هل أنت قائد لنفسك ولا محتاج حد يقودك. وانت كل مرة بتختار رد فعلك وبتجاوب على السؤال ده، افتكر دايما اللي بيتحكم في اعصابك بيتحكم فيك، واللي ثابت جوه نفسه محدش يقدر يهزه من